الله يصبحكم بأنوار النبي يا غوالي. اليوم رجعت لكم أكلة خفيفة نظيفة، وهي مشهورة بكل العالم بس أكتر شي مشهورة بسوريا. هي القريب. طبعا الأولاد الصغيرة كتير بتحب هالأكلة، ومش بس الأولاد الصغيرة والكبار. أنا عندي سؤال لماما، يا ترى ليش ما كانت تفطرنا قريب؟ طبعا يا غوالي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، واكتبوا لي في التعليقات شو بتسموها في بلدكم. طبعا هون عندي كاستين سحريات طحين، انا زينه على الميزان 400 جرام. وهون عندي كاستين حليب 500 جرام. طبعا يا غوالي فيكم تحطوا كاست حليب وكاست مي عادي، بس اذا بتحطوا كاستين مي ما بتصير قريب. وهون عندي سكر معلقتين كبار، وحاطط عليهم ملح، يعني ملح حاطط عليهم ذرة بسيطة. ليش؟ لأن الملح بيعطي العجين، بيخليه يقمش ويشد حاله وبيعطيه القوام المطلوب. وهون عندي 3 بيضات، وحاطط عليهن نص معلقة فانيلا. طبعا يا غوالي البيض أهم شي في القريب، لازم تحركوه منيح، يعني مش بس تحطوا البيض وتحركوه شوي وخلاص، لا لازم تحركوه منيح. وهون عندي نص كاسة زيت سحرية. يلا وهلا بننتقل للخطوة اللي بعدها يا غوالي. طبعا هلا حطيت السكر، وهلا بنحط البيض. لازم تحركوه كتير منيح. شايفين شلون ايدي يمكن ماكينة؟ لتضمنوا انه راح ينجح معكم القريب ان شاء الله لازم تحركوا البيض كويس. طبعا يا غوالي الفانيلا مو بس مع البيض يعني بتمحي طعم الزنخة، لا كمان الفانيلا بتخلي القريب يعني ينفش، تخلي منظره حلو كتير، يعني بتخليه قريب على القطايف. طبعا انا نزلت القريب بفيديو، بس هلا راح اعمله على الشكل الثاني وراح اشيه بشوكولاته. وهلا بنحط الزيت، بسم الله، وبنضيف الحليب. طبعا انتو المقادير مثل ما قلت لكم بفيديوهات السابقة، انتو بتتحكموا فيها، انتو بتكون يعني تكتروا طحين، تقللوا طحين، تكتروا حليب، انتو بتتحكموا بهذا الشي. بسم الله. طبعا لازم تخلوها تريح 10 دقايق يا غوالي، مو مشان شي، بس مشان صحتنا، مشان ناكل أكلة طيبة خفيفة نظيفة. وهلا طبعا بس يعني تخلطوها لازم تصفوها، لأنه فيه بيكون كتير كبتلات فيها، فلازم تصفوها. شوفوا لي على القوام ما شاء الله. وهلا انا مثل ما قلت لكم عم صفيها. شايفين شلون الطحين مكبتل، مع انه خلطته كتير منيح بس اجباري يعني بده يكبتل. وهي بعد ما قلبناها على الجهة الثانية. وهلا طبعا حطينا لها سمنة وحمينا النار شوي ومسحنا السمنة. وهلا بنجيب كوبجاية على بركة الله، بسم الله. طبعا القريب فيكن تعملوا منه مش بس 5 أشكال، 10 أشكال وقد ما بدكن.
انا عملت المرة الماضية القريب بالقشطة وبالكريمة، اما اليوم ان شاء الله بدي زينه بالفواكه وبالشوكولا. طبعا انتوا لازم تقلبوها، يعني تحمصوها من فوق ومن تحت. انا المرة الماضية الشكل الاول حمصتها بس من فوق. ما شاء الله بلشت تفتح، وعادي يا غوالي اذا ما فتحت معكم يعني عادي لا تتضايقوا، لانه هي مش قطايف قريب. واتبعوا خطواتي وان شاء الله راح تعملوها مثل بالشام. ما شاء الله شوفوا لي على هالقوام يا غوالي، يعني راح تاكلوها مثل في المحلات واطيب باذن الله. وهي قشطة القريب يا غوالي، طبعا انا محضر موز وتفاح بس. وهلا بنيجي لاخر مرحلة. طبعا الموز لاني حاطة عليه شوكولا يا غوالي. طبعا هلا بدنا نلفها مثل السندويشة. وهي احلى سندويشة يا غوالي، صحتين وعافية. وهلا يا غوالي هاي الحركة مشان صحتكم. هاي سقسقناها سقسقة بالشوكولا. وهاي القريب صار جاهز. تفضلوا يا غوالي. ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا لي. ايه ما شاء الله مو مصدق، امتى اخلص هلا لحتى اكل.